بقى هيطلع ويعتدي على القانون مش هتعرف انت توقفه اذا كان انت سيادتك بتعتدي على القانون وبتهين قضاتك. انا معايا على التليفون سياده المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاء. اهلا بسيادتك سياده المستشار. الو سياده المستشار، اهلا وسهلا. الو سياده المستشار سامعني؟ مساء الخير استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، مساء الخير. انتوا لسه يعني اهلا وسهلا يا فندم. انهيتم يعني قبل قليل، انهى المستشار الزند مؤتمر صحفي ربما كان ابرز ما فيه هو التهديد باللجوء للجنائيه الدوليه. لو تقول لي يعني الى اي مدى قانونيه هذا العمل، وانت شايفينه ازاي هيأثر على هذه المعركه التي يراد فيها صدور قانون سلطه قضائيه يعني لذبح عدد كبير من القضاه. هو طبعا حضرتك المؤتمر الصحفي لسه ما زال قائما، وان كان سعاده المستشار احمد الزند انهى كلمته، ولكن هناك متحدثين اخرين يتحدثون الان. نعم. مساله الجرائم الدوليه او ان بعض الوقائع اللي ارتكبت، واهمها ان يخرج احد الاشخاص ويدعو تبعيه الى محاصره منازل القضاه، هذا لم يحدث في العالم ومتوافر فيه كافه اركان الجريمه الدوليه، لان نعم. الجريمه الدوليه لا تقصر ارتكابها على الحاكم او نظام الحكم، وانما حتى لو ارتكبت من غير نظام الحكم ولكن على مرأى او مسمع منه وسكت عنها، فده بيشكل جريمه دوليه قبل من ارتكبها وقبل نظام الحكم ايضا. تمام. لان القضاء مكفول استقلاله ومكفول حمايته بموجب مواثيق حقوق الانسان اللي بتنص في اول ما تنص على ضروره استقلال القضاء. لانه كيف يعني ما قيمه قانون وما قيمه حقوق وما قيمه حريات لا تجد قضاء عادلا مستقلا يحميها ويكفلها. نعم. طب سياده المستشار، انت بتشوف يعني هل هذه الجهود وهذا المؤتمر وهذه الجمعيه العموميه اللي يعني محتشد فيها عدد كبير من القضاه، هل بتشوف ان هي هتجيب نتيجه مع مجلس الشورى ولا كالعاده ممكن يمضون الى طريقهم لحد الاخر والبلد تخش في مأساة؟ اولا العقد اليوم مؤتمر صحفي، احنا كان يعني بندعم من كافه قوى الشعب ومن الشعب كله ومن كافه القوى السياسيه والقوى الوطنيه، ولكن نظرا لان الجمعيه العموميه المقرر لها يوم الاربعاء القادم هي جمعيه قضاه وسيسبقها مداولات قضاه وستصدر فيها قرارات من القضاه، ففضلنا ان تكون قاصره على القضاه، واستعرضنا عنها عن حضور القوى السياسيه اللي احنا بنشرف وبنسعد بدعمهم لينا اليوم في المؤتمر الصحفي. وبالفعل حضر كثير من رموز الوطن ومن القوى السياسيه الداعمه ومن المدافعين عن حقوق الانسان والمدافعين عن القضاء وعن استقلال القضاء، وكان هذا المؤتمر. اما مساله المقترح بقانون المقدم ده فاحنا يعني علينا مش تحفظات، لدينا عليه كثير من المطاعن والمناعي التي تهدمه راسا على عقب، واحنا يعني فيما ارسلناه من انذار للمجلس الشورى ليس اختراقا لمبدا الفصل بين السلطات كما اتهمنا البعض، وليس اهدارا له، ولكن هو مجرد اسبابنا القانونيه في رفض هذا المقترح بقانون، لاننا لا نرفض تعديل قانون السلطه القضائيه، بالعكس تعديل قانون السلطه القضائيه كان مطلب للقضاه منذ عده سنوات. ووزير العدل لا، لكن انتوا اعتراضكم على التوظيف السياسي لده. مش بس التوظيف السياسي، الهدف واضح جدا من المقترح بقانون المقدم انه لا يهدف الى تدعيم استقلال القضاء، ده لم يمس اي ماده او نص بيشكل اهدارا لاستقلال القضاء. هناك النص الخاص بتبعيه التفتيش القضائي لوزاره العدل والذي نرغب في تعديله بنقل تبعيته للمجلس القضائي الاعلى. هناك اختيار رؤساء المحاكم الابتدائيه، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانيه او ان يكون اختيارهم من قبل مجلس القضاء الاعلى. اين هذه النصوص؟ اين استقلال القضاء؟ ونحن نقول ونؤكد دائما ان مثل هذه النصوص ومثل هذه المظاهر ما زالت تخترق قضاءنا وما زالت تهدر استقلال قضاءنا. لو كان مقدم هذا الاقتراح صادق النيه وخالص النيه في انه يريد فعلا تدعيم استقلال القضاء، كان عليه ان يبدا بهذه النصوص التي تدعم استقلال القضاء، انما ان يجرف القضاء ويجرف السلطه القضائيه من خيره شيوخها، من خيره خبراتها الثمينه التي ننهل منها جميعا، فهذا هو اللي يؤكد وينبئ بسوء الغرض وسوء النيه.
طب اخيرا يعني تعليق حضرتك على الاستقاله اللي قدمها السيد وزير العدل المستشار احمد مكي، يعني هل بتعتقد انها بتصب لصالح يعني الانهاء على يعني عمليه الانقضاض على استقلال القضاء في القانون ده، ولا شايفها انها مش هتؤثر؟ والله احنا المستشار احمد مكي ورمز وشيخ جليل ونكن له كل تقدير، وتوسمنا في توليه لوزاره العدل ان سيضع مبادئه التي سبق ان دافع وكافح من اجلها، وهي دعم استقلال القضاء موضع التنفيذ. ولكننا فوجئنا باننا وصدمنا بانه كثير من الاعتداءات حدثت على القضاء وعلى استقلال القضاء، ولم تجد منه رد، وقابلها بسلبيه في بعض الاحيان وبتحفظ في بعض الاحيان الاخرى. وفوجئنا انه ونحن على مشارف مذبحه تجرى القضاء وعلى مشارف هدم كامل للسلطه القضائيه وللقضاء بيستقيل ويتخلى عنا وعن قضائه في سابقه غريبه. يعني احنا كنا نتمنى يعني انت بتعتبر الاستقاله تخلي ولا بتعتبر؟ هو قد يكون الضغوط اقوى من احتماله، فاثر السلامه واراد ان يترك لكن وجوده اكيد على كرسي منصب او على منصب وزير العدل في خضم هذه الازمه سيكون مفيد لينا، لانه اكيد سيشكل خط الدفاع الاول لنا وسيشكل حائط صد بما له من علاقات وديه وطيبه بنظام الحكم وبالفصيل الذي ينتمي اليه نظام الحكم. اكيد كان المفروض او المفترض ان يسمع رايه وان يسمع اذا قال لهم ان هذا هدم السلطه القضائيه فلا بد انه تقديرا له انهم يعلموا انه شيخ جليل عليهم ان يستجيبوا لرايه، والا يبقى لماذا قبل هذا المنصب؟ اذا كان هم لن ينصاعوا الى رايه او الى رايه القانوني، رايه الحق، رايه اللي هو اللي تتواتر عليه كافه الدساتير. كيف لشخصين ثلاثه يتقدموا مقترح قانون يهدموا به السلطه القضائيه كامله؟ يعني انا مش قادر افهم، يعني هل الفساد وتطهير القضاء منصب في شيوخ القضاء حتى يقال ان هذا المقترح لتطهير القضاء؟ ده عيب وده تجاوز في حق شيوخنا الاجلاء اللي بيمكن كل تقدير لهم، ونرفض ونأبى ان يمسهم احد باي اساءه. بشكرك جدا سياده المستشار عبد الله فتحي، وكيل اول نادي